السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. طبعا احنا عارفين ان رمضان خلاص فاضله اقل من شهر ويهل علينا، وكلنا طبعا بنحب ننزل نجيب زينة رمضان والفوانيس من قبلها عشان نفرح ونفرح اولادنا. تابعوني لاخر الفيديو عشان تشوفوا انا جبت زينة ايه رمضان. هقول لكم جبتها منين، وهقول لكم كمان على اسعارها، وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات كتير رمضان تستفيدوا منها. بس ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. يلا بينا نبدأ مع بعض. النهارده انا كنت نزلت اشتريت شوية حاجات من السيدة زينب، فكنت حابة اشارككم وافرجكم الحاجات اللي انا جايباها واقول لكم على اسعارها. طبعا في حاجات انا فاكرة اسعارها وفي حاجات مش فاكرة اسعارها بصراحة. طبعا انا تعبت جدا عشان اعرف اشتري الحاجات دي، لان انتوا زي ما انتوا عارفين انا معايا توأم صغيرين لسه وان انا انزل بيهم ده موضوع صعب جدا. فانا بصراحة رحت انا وجوزي وولادي، بس سبتهم طبعا مع باباهم هما في العربية، وانا نزلت بقى لفيت براحتي. دي الحاجات اللي انا اشتريتها وحابة هفرجها لكم دلوقتي حاجة حاجة واقول لكم كل حاجة سعرها كام. بس بصراحة يعني انا بعد ما اشتريت يعني في حاجات ندمت ان انا جبتها من هناك. الاسعار مش فارقة جامد قوي عن هنا. يعني في حاجات كتير بعد ما جبتها بقول لجوزي على سعرها، لقيته بيقول لي ما انا سائل على الحاجة دي هنا لاقيها بنفس السعر، فمش هتفرق كتير. لو انتوا قريبين طبعا من هناك انزلوا هاتوا وفاصلوا براحتكم. انا طبعا في موضوع الفصال ده ما عرفتش افاصل كتير، لان زي ما قلت لكم في الاول معايا سليم وسفيان، فما عرفتش ان انا اخد وقتي ان انا اقف وفاصل والكلام ده كله. فاللي قدرت اجيبه وجبته وخلاص، قلت طالما كده كده رحت فانا جبت الحاجة بالمرة يعني. بس يعني دي غلطة انا اتعلمت منها بصراحة. بعد كده مش هشتري غير من جنب مني، مش هتفرق قوي يعني. هوفر كام في الاخر؟ اللي هوفره يعني تمن البنزين بس. فانا حابة هوريكم الحاجة اللي انا جبتها. هفتحها لكم كده حاجة حاجة واوريكم انا جبت ايه بالظبط. بصوا، اول حاجة انا جبتها جبت الصينيتين دول. واحدة صغيرة دي تحط فيها مثلا يعني تشيل 4 كوبايات شاي مثلا. دي هي بلاستيك خفيفة يعني مش تقيلة بصراحة، ما تستحملش. بس انا بقى لقيت عليها رمضان كريم وبتاع، فقلت ايه اجيبها تنفعني في كوبايتين شاي بعد الفطار. احط عليهم عصير مثلا على الفطار، الكلام ده كله. وما كانتش غالية يعني، دي كانت ب15 جنيه الواحدة زي ما انتوا شايفين. وجبت برضو منها الاكبر شوية، دي كانت ب20. دي ب15 ودي ب20. دول كانوا بيتباعوا فرداني. دي المقاس الصغير ودي الاكبر، وكان في واحده تالتة اكبر منهم، بس انا بصراحه مش هحتاجها يعني، فجبت الاتنين دول بس. تمام، دي اول حاجه انا جبتها. تاني حاجه جبتها جبت الطبق ده، قلت احط فيه مثلا تمر، احط فيه بونبوني للاولاد، احط فيه يعني ما اعرفش شكله عجبني بصراحة، بس يعني قلت اجيبه واحط فيه بقى اي حاجة تنفعني في المطبخ. يعني هينفع في كذا حاجة. دي ممكن احط فيها بقى شوية بونبوني، احط فيها تمر مثلا، احط فيها حاجات من المطبخ. في بيبقى عندي كراكيب كده رفيع شوية في المطبخ، فممكن ألمها كلها فيها. برضو شكلها ظريف مش وحشة، وبرضو كانت مش غالية قوي، كانت ب15 جنيه الواحدة. برضو بلاستيك، يعني الماتيريال بتاعتها بلاستيك. تمام، نيجي بقى للزينة، أفرع الزينة. بصراحة أنا كان عندي شوية حاجات من السنة اللي فاتت، حاجات برضو تتعلق يعني وكده، فما جبتش كتير عشان انا عندي الشقة شوية مفتحة على بعضها. جبت لأوضة الأطفال وقلت برضو في الريسبشن هبقى اعلق شوية حاجات، يعني لقيت أشكال تانية مختلفة عن اللي عندي، فجبت كام شكل كده أزودهم على اللي عندي اللي جايبهم من السنة اللي فاتت.
ده طبعا كلنا عارفين الشكل ده. هنفتحه واوريهولكوا اهو. ده شكله، هو مش باين قوي عشان اللي انا فرشاه من تحت، بس هو فرع تقريبا في حدود 5 متر. ده بقى كان تقريبا الفرع الواحد كان ب10 جنيه، اللي هو المثلثات ده. وفي منه اهو، ده الشكل التاني بتاعه على شكل فانوس، برضو نفس الكلام. بس بصراحة انا يعني مش عارفة، حاسة ان انا كنت جايباهم السنة اللي فاتت يعني كانوا احلى من كده شوية. يعني هنا حاسة المسافة ما بين كل فانوس وفانوس كبيرة قوي يعني هو حبل وفي كام فانوس بس. وفي الاخر يقولوا مش عارفة 5 متر ولا 10 متر، انا مش عارفة. طبعا الكلام ده كله لما هعلقه هبقى اعمل لكم فيديو اوريكم الزينة كلها اللي انا جبتها وهي متعلقة. تمام. ده برضو كان ب10 جنيه، هو والمثلثات الفرع الواحد ب10 جنيه. في شكل تاني بقى جبته، ده اكبر شوية، بس ده ما كانش عندي منه الصراحة، فعجبني شكله من بره كده، بس طبعا هناك ما بيفتحوش الحاجات دي. فانا جبته برضو ده، يعني اكبر شوية، برضو حاجات كده مكتوب رمضان كريم واشكال كده مع بعض. ده كان تقريبا الفرع ب15 او ب20، مش فاكرة بالظبط. اهو كذا شكل. برضو لما هو مش باين قوي دلوقتي، هيبان لما لما هعلقه هوريهولكم. هو اهو من بره ده شكله، وده شكله من الناحية التانية. ماشي. ده كان ب20 جنيه الكبير ده. انا فاكره لان ده كنت واخداه ب15. انا فاكره كان في حاجه ب10 وكان في حاجه ب15 وكان في حاجه ب20. الصغير خالص كان ب10، ودول كانوا ب15 الواحد، والكبير ده كان ب20. ده برضو قلت اعلقه في اوضه الاطفال، جبت منه يعني لونين، اللون ده واللون ده. يعني قلت تغيير، ما عنديش الشكل ده يعني هفتحه واوريهولكوا برضو. ظريف مش وحش. ماشي. ده بالنسبة للحاجات اللي بتتعلق. جبت بقى ايه، جبت الفوانيس دي بتنور. وفي منها احجام. كان في الحجم ده، وكان في حجم اكبر منه، وكان في حجم كبير خالص. ده انا شفته كان في ناس بيبيعوه ب70. يعني معظم المحلات كانت قايله لي ب70، انا لقيته عند واحد ب50، فخدت منه 2. وبرضو بس حاساه برضو ان هو غالي، يعني هو مش كبير للدرجة. يعني انا برضو قلت هعلقه في اوضة الاطفال. هو يعني ليه شكلين، كل ناحية عليها شكل. ده عليه بوجي وطمطم، والناحية التانية عليها فنانيس، والشكل التاني ده عليه عمو فؤاد، ومن الناحية التانية برضو مكتوب رمضان كريم. برضو قلت هعلقهم في اوضة سليم وسفيان. ممكن انوره دلوقتي اوريهولكوا برضو اهو. بصوا ده شكله هو منور. هو بصراحة هو منور شكله حلو قوي، يعني عجبني. انا جبته عشان كان في واحد بقى كبير خالص كان عاجبني قوي برضو، بس انا قلت اجيب 2 صغيرين احسن. يعني بدل ما اجيب واحد كبير، انا كده كده جبت فانوس كبير هحطه في الريسبشن برضو. وعندي فانوس كبير تاني، فقلت دول احلى يعملوا شكل كده في اوضه الاطفال، هيبقى شكلهم ظريف. ده الصغير انا جبته ب50، بس معظم المحلات كان عندها ب70. وفي الحجم الاكبر كان ب100. وفي محلات كانت بتبيعه ب120. وفي الكبير خالص بقى ده كان ب140 عند معظم الناس، كانوا بيقولوا لي 140. تمام. في بقى حاجة انا زعلت عليها جدا جدا جدا.
انا من ساعه ما دخلت السيده زينب، يعني كنت، يعني انا طبعا لفيت في الاول على محلات كتير، تقريبا كل المحلات اللي هناك قلت الف لفه الاول، وانا راجعه اشتري كله بالمره من الاخر للاول، عشان ما افضلش شايله وانا رايحه وبعدين وانا راجعه افضل شايله، فيبقى الموضوع تقيل عليا. ف... فمن ضمن الحاجات اللي عجبتني بصراحة كلمة رمضان كريم دي، كانت عند معظم الناس وشكلها حلو جدا جدا، وهي منورة، يعني بتدي نور حلو وعجباني بصراحة. كان في منها، يعني كان في رمضان كريم دي، وكان في برضو زيها بس مسجد، برضو كانت حلوة قوي. وبرضو اللي عجبني قوي الهلال والنجمة دول، قلت هجيبهم اعلقهم على الحيطة، الاتنين بينوروا. قلت احطهم جنب بعض على حيطة كبيرة عندي و... وينوروا. دي بتدي نور اصفر، ودي بتدي نور الوان. فقلت هيبقى شكلهم حلو قوي. وفعلا لما جيت جربتهم وكانوا تحفة تحفة جدا. يعني كان شكلهم حلو قوي. سبتهم في الفيشة ورحت عملت حاجة ورجعت لقيت البهوات، ولادي سليم وسفيان قاطعين لي السلك. بصوا، شدوها من الفيشه، كانوا عايزين يلعبوا بيها، قطعوا لي السلك بتاعها. بس ربنا يسهل، يعني دي سهله تتفتح، واحاول كده اجرب اصلحها او عمري يصلحها. آه، ربنا يسهل يعني. ودي برضو شدوها، معرفش شدوها منين، تقريبا من هنا. برضو لقيتها ما بتنورش بعد ما كانت منوره. الاتنين كانوا جنب بعض فشدهم وقطعوهم، فمش هعرف اوريها لكم طبعا وهي منورين، بس هم تحفة جدا. في يعني هم منورين، نورهم قوي جدا وحلوين قوي قوي قوي. دي كانت كلمة رمضان كريم دي كانت ب85، والهلال والنجمة دي كانت ب75. برضو حاساهم غاليين شوية. كنت اقدر اجيبهم من هنا بنفس السعر، ما كانتش تفرق قوي يعني. آه بس مش عارفة شكلهم عجبني، يعني دي لازقة عليه، مش حاجة، دي لازقة بتتشال. بس ف برضو لما هصلحهم هنورهم واوريهم لكم. انا كده كده في الاخر خالص هبقى هعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله بعد ما اعلق الزينة كلها. طبعا هجمع بقى الزينة بتاعت السنة اللي فاتت مع الزينة بتاعت السنة دي، وهعلقها كلها واوريكم شكلها في البيت هيبقى عامل ازاي. نيجي بقى لاكتر حاجة انا بحبها بصراحة يعني. انا بحب افرع النور جدا جدا جدا، بحب شكلها في رمضان قوي يعني. بطفي كل انوار البيت وبحط افرع كتير. بتدي منظر حلو جدا يعني. بحبها اكتر من ان انا احط فانوس فيه نور او كده. طبعا الفانوس ده اساسي يعني، بس بحب شكل افرع النور. فانا جبت كذا فرع. وانا عندي برضو من السنة اللي فاتت شوية حاجات كده، برضو هبقى اوزعهم في الاوض كلها يعني. أنا بحب املى الشقة اصلا. جبت ده طبعا كلنا عارفينه يعني، شكله الشكل المعتاد، بس ده اكتر شكل انا بحبه. في منه كان اللي لونه اسود ده، وفي منه الشفاف الابيض. آه، ده بيدي نور ملون، والتاني كان بيدي نور اصفر. انا صراحه بحب النور الاصفر اكتر من الالوان، بس انا قلت اغير يعني. انا جايبه حاجات كذا حاجه هوريها لكم نور اصفر، فدي قلت برضو تغيير. ده الفرع تقريبا 8 متر. ده كان ب40 جنيه الواحد. هنوره واوريه لكم دلوقتي. اهو بصوا، ده نوره. طبعا ممكن تتحكموا من الزرار ده انتوا عايزينه يبقى نور ثابت، ولا نور كده بيرعش، ولا ايه بالظبط. انا ساعات يعني انا بحب اغير يعني، لما بنبقى قاعدين كده قاعده هدوء ب... بخليه نور هادي كده. ما يعني ما بحبش ان هو يقعد يتحرك قدامي، بيزغلل عينيا. بس لما بنبقى مفتحه معاه بقى الانوار التانية اللي بتاعت الشقه، بخليه نور كده يدي شكل برضو، وبحس ان في حاجه مختلفه. جبت منه 2 ده. وكان في منه الابيض برضو 8 متر. كان تقريبا بنفس السعر. وكان في الاكبر منه كان تقريبا ب55 او ب65، مش فاكرة ايه. بس ده بالنسبة للفرع ده.
في بقى فرع تاني، شكل تاني جبته. هو انا بصراحة بعد ما جبته يعني برضو ايه، يعني ندمت ان انا مجبتش شكل مختلف. بس انا ما اعرفش، بتلاقيني يعني بقعد اجيب حاجات وفي الاخر بتلاقيني جايبه من الحاجه من نفس الشكل كذا حاجه. ما بكتشفهاش غير بعد ما بجيب في الاخر، ما اعرفش ده ايه سببه بصراحه. ده فرع على شكل نجوم كده. انا لما جيت البيت اكتشفت ان هي زي مشابك، فعجبتني بصراحه. في ناس اللي هي ساعات بتحط هنا صور او حاجه وتعلقه، بيدي شكل حلو قوي. ده برضو ده كان تقريبا ب35. ده كان ب35. هنوره واوريهولكوا. بصوا ده شكله هو منور، بس هو ما فيهوش زي الاولاني، ما فيهوش زرار ان انا اقدر اتحكم في الاضاءة بتاعته. ده ثابت كده بس ما بيعملش اي شكل. ودي حاجة بصراحة ما عجبتنيش فيه، يعني كان نفسي يبقى بيدي كده حركات زي الحاجات التانية، زي الأفرع التانية. حلو. مش هيخسروا كده كده. أنا عندي أفرع تانية بتعمل ألوان، فقلت ده برضو يعني ممكن أحطه في المطبخ مثلا، ممكن أحطه برضو في الريسبشن أو حاجة. ده كان زي ما قلت لكم، ده كان ب35 جنيه، وكان في منه طبعا اشكال تانية. كان فيه على شكل مشبك بقى، مشبك فعلي يعني، مشبك حقيقي. بس هوريكم بقى الباقي. في بقى النوعية دي. بصراحة انا عجبتني شكلها، يعني تحس شكلها بنت ناس كده نظيفة. كان في منها 3 اشكال: النجمة والشكل الفانوس ده، وفي فانوس تاني بس شكل مختلف. عجبني قوي برضو شكلهم. ده كان الفرع الواحد. هو كان ب55 تقريبا، اخدته ب50. آه ده برضو نوره اصفر. اوريهولكوا اهو. ده برضو اللي ما عجبنيش فيه ان هو اضاءة ثابتة مش متحركة، بس هو شكله حلو يعني. ده النجوم. اوريكم الشكل التاني برضو. وده الشكل اللي هو الفوانيس. طبعا السعر انا بصراحة حاساه غالي، ان هو ب50 جنيه. هو طبعا هناك الافرع بداية من 25 جنيه، يعني انا اقل حاجة فاكراها حد قالها لي كانت ب25 جنيه. بس معرفش فيها اقل ولا لا. بس انا الاشكال اللي كنت بسأل عليها كان بداية من 25 35 لغاية 55. وفي ناس كانت بتبيع ده ب70. معرفش على اساس ايه بصراحة. يعني نفس الشكل ده كانوا بيبيعوا ب70، بس انا لما طبعا عشان لفيت في كذا محل وسألت عليه في كذا محل، فلقيته عند واحد ب50 فاخدته ب50. نيجي بقى للأساتذة الصغيرين، أستاذ سليم وأستاذ سفيان. طبعا كان لازم أجيب لهم كل واحد فانوس. طبعا ده مش فانوس يعني، بس هو بيغني وحوي يا وحوي وبتاع. وهي يعني حاجة تعتبر لعبة وتعتبر فانوس، يعني هما كده كده مش هيفهموا دلوقتي لأنهم صغيرين، فمش هيفهموا يعني ايه فانوس. وانا عندي فوانيس كتير بصراحة، فما قلت اجيب لهم حاجة يعني ايه، يعني منها تبقى بتغني وحوي يا وحوي ومنها تبقى يعني لعبة برضو يلعبوا بيها. دول كانوا الواحد ب110. طبعا هو في الاول قال لي 140، وفي الاخر انا خدت الواحد ب110 عشان خدت فانوسين، فخدت الاتنين ب220. وبرضو انا بصراحة بعد ما جيت اكتشفت ان جوزي كان شايفهم في محل هنا جنبي. برضو الواحد كان ب110، فما فرقتش قوي يعني. الفكرة ان انا عايزة اوصلها لكم ان يعني
يعني لو الحاجة اللي جنب منكم لقيتوا اسعارها مناسبة، وحسيتوا ان انتوا ممكن تدبوا مشوار مخصوص عشان تجيبوا، لو هتجيبوا حاجات كتير طبعا هتفرق معاكم، يعني ممكن تفرق لما كل حاجة مثلا تفرق 10 20 جنيه، وهتجيبوا كمية فهتفرق معاكم. ولو مش هتفرق وهتجيبوا حاجة صغيرة او حاجة واحدة، فملهاش لازمة ان انتوا تدبوا المشوار، هتبقى فلوس مواصلات على الفاضي يعني. بس دول زي ما قلت لكم فانوسين. طبعا في اشكال لا حصر لها هناك، يعني انا بقيت محتاره بصراحه اجيب لهم ايه. الاول عجبني الشكل ده قوي، اهو ده شكلهم على الحقيقه. انا بصراحه يعني اول واحد لفت نظري كان الشكل ده. يعني لونه وشكله سبايدر مان، انتوا عارفين طبعا كل الاطفال بيحبوا سبايدر مان. وعجبني التكنيك بتاعه بصراحة، هو بيقعد يلف كده وهو نفسه بيقعد يلف، يعني ده بيلف واللعبة نفسها كلها على بعضها بتلف وبتقعد تغني. يعني هبقى شغله وهركب له حجارة واشغله واوريهولكوا بيعمل ايه. وكنت محتارة بصراحة في التاني، يعني قعدت بصيت برضو على حاجات تانية كتير. وكان في واحد فيه ميكي ماوس كده، نفس الشكل ده بالظبط بس عليه ميكي ماوس بدل سبايدر مان. بس انا خفت لا يتخانقوا، لان انتوا زي ما انتوا عارفين هما توأم، وانا عندي سليم، يعني بصراحة اي حاجة سفيان بيمسكها لازم بيبقى عايز زيها. فقلت اجيب لهم سبايدر مان نفس الشكل، بس التكنيك مختلف، وهما في الاخر برضو اتخانقوا عليهم يعني. كل واحد بقى عايز يمسك، كل واحد يشوف اخوه ماسك واحد يبقى عايز يمسكه مكانه. بس هما شكلهم حلوين قوي بصراحة، بس انا شلت الحجارة عشان هما كانوا يعني مش مبطلين، عايزينهم يفضلوا شغالين طول الوقت. وانا صدعت بصراحة يوم ما فضلوا شغالين وقت طويل جدا، وبعدين طفيتهم وشلت منهم الحجارة، خفت لحسن يفتحوهم ويلعبوا في الحجارة ويبلعوها ولا حاجة. فده شكلهم، واما هحط الحجارة هوريكم هما بيعملوا ايه بالظبط. نيجي بقى للعرايس. بصوا بصراحة انا عمري ما جبت لسليم وسفيان عرايس خالص. من ساعة ما اتولدوا، يعني ما اعرفش، ما جاش في دماغي خالص ان انا اجيب لهم في مرة عرايس. يعني كل اللعب اللي بجيبها لهم يعني طبعا هم صغيرين حاجات بقى بتاعت البيبيهات والشخليلة مش عارف ايه والكلام ده، ابتدوا يكبروا شوية ابتديت اجيب لهم الحاجات اللي هي فيها تفكير والحاجات المونتسوري والالعاب دي. عمري ما فكرت ان انا اجيب لهم عرايس بصراحة. بس قلت المرة دي بقى ايه، بما اننا داخلين على رمضان، اجيب لهم حاجة يكون فيها بقى بوجي وطمطم والكلام ده. انا بصراحة شفت بوجي وطمطم كتير، بس مش عارفة شكلهم يخوف. هما دول برضو شكلهم يخوف شوية بس يعني نوعا ما مقبولين، يعني انا قلت عشان ما يخافوش منهم، فدول نوعا ما مقبولين عن اشكال بوجي وطمطم اللي انا شفتها. ده بكار، ودي مش عارفة بسنت تقريبا، بتاعت بسنت ودياستي. شكلهم بصراحة عجبني قوي، وهم عجبوهم بصراحة. يعني ما شافوهم سليم فضل يحضن في العروسة دي ويبوس فيها وعجباه كانت قوي. سفيان لا، ما شدهوش بصراحة كان خايف منهم، خايف من شكلهم. دي كانت الواحدة ب45 جنيه، وفي منها أحجام يعني. كان في منها الأصغر شوية كانت ب35، وكان في برضو أحجام وأشكال تانية، كل شكل أسعاره مختلفة، بس ده كانت الواحدة ب45 جنيه. نيجي بقى لآخر حاجة جبتها، جبت الطبلتين دول. قلت برضو ليهم يلعبوا بيهم، يطبلوا بيهم بتاع، بس هما ضيعوا العصايتين بتوع الطبلة دي. معرفش ودوهم فين. طبعا انتوا عارفين الأطفال وتضييع الحاجة، أساتذة في تضييع الحاجة. بس هبقى ادور عليهم، هما عصايتين زي دول بالظبط بس لونهم اخضر نفس لون الطبلة. دي الواحدة تقريبا كانت ب15 او ب20، مش فاكرة بالظبط. بس شكلها ظريف. في شكل تاني بس انا ما جبتوش بصراحة، انا عجبني الشكل ده التاني. يعني قلت ممكن مرة تانية ابقى اجيبه لهم. ما كانتش غالية برضو، التانية كانت ب15 جنيه، كانت يعني كانت متبطنة كده برضو بقماش زي اللي هو قماش الخيامية ده، وجلد ومعاها برضو عصايتين، بس عصايتين خشب.
بس انا عجبني الاشكال، يعني الشكل ده بصراحة كده عشان ملون ومرسوم عليه بكور ومكتوب عليه، فعجبني بصراحة اكتر، فقلت ايه اجيبه، ده هيعجبهم اكتر يعني. طبعا هما برضو فرحوا بيها قوي وقعدوا يطبلوا شوية وبتاع، وفي الاخر خدوا العصايتين بتوع الطبلة التانية وضيعوهم. بس كده يا حبايبي، زي ما شفتوا معايا دي الحاجة اللي انا جبتها من السيدة زينب النهاردة. آم، طبعا انا اكتر حاجة بسطتني النهاردة الاجواء اللي هناك في السيدة زينب، بعيدا بقى عن الحاجة واسعارها والزحمة والكلام ده. بس بصراحة الاجواء هناك كانت حلوة جدا وتحس كده بجو رمضان، وما بقتش عايزة بصراحة امشي من هناك، عايزة اتمشى بس بعيدا عن ان انا اشتري اي حاجة. كنت عايزة افضل اتمشى هناك بس كده من حلاوة الجو هناك و... وريحة رمضان وفي ناس بقى بتبيع تمر انا كان نفسي بصراحة اصور لكم الدنيا هناك عاملة ازاي، بس من الزحمة معرفتش، كنت ملخومة في الحاجة اللي شايلاها والحاجة اللي عايزة اشتريها وكده، فمعرفتش اصور لكم هناك. بس ان شاء الله لو نزلت مرة تاني يعني، بس انا لو نزلت مرة تاني طبعا انا مش هشتري حاجة، مش محتاجة خلاص حاجة. ممكن بس انزل اتمشى كده، هبقى اصور لكم هناك الدنيا عاملة ازاي. واستنوني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. هكون علقت الزينة واوريكم انا علقت الحاجات دي فين وعملت بيها ايه، واشغل لكم الفوانيس دي اوريها لكم، واشغل لكم الفانوس الكبير كمان اللي انا جبته واوريه لكم، واوريكم شكله. هحط له افرع نور وهحط فيه لمبة من جوه واظبط البيت كده واوريكم انا عملت ايه بالظبط واوريكم الديكور بقى اللي انا جهزته. وبس كده. كده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة وان شاء الله ان شاء الله استنوني في فيديو جديد مع انا والتوأم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب ولو في اي حاجة عايزين تسألوني عليها اسألوني في الكومنتات. وانا كنت مبسوطة قوي ان انا شاركتكم النهاردة الحاجة اللي انا جبتها واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. باي باي.